انا ابره مقاس 4 مللي، ومعايا كده شويه خيوط هعمل بيها بقى ايه التدرج بتاع مربع الجراني. انا هعمله بالشكل ده، نفس اللي هو المربع العادي جدا، الشكل الطبيعي جدا. في اشكال طبعا من كتير من مربعات الجراني، بس انا هعمل الشكل ده، هعملهم مع بعض كده ببواقي الخيوط. ده انتوا تقدروا بقى تعملوه باي حاجه، يعني ده بيزك لاي حاجه عايزين تعملوها، لشنطه، لجواكت، الجواكت اللي طالعه ترند اليومين دول، يعني ممكن تعملوا بيه اي حاجه. اول حاجه هنبدا نعملها، هنعمل عقده بدايه بالشكل ده، وهنعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهنقفل في أول سلسلة عملناها بغرزة منزلقة بالشكل ده، وهنرتفع 1 2 3 على اعتبار ان ده أول عمود هنبدأ بيه السطر الجديد. وجوه ال4 سلاسل جوه، يعني في النص مش تحت أي سلسلة، في الدايرة اللي في النص بينهم هنلف الخيط وننزل، وهنطلع نعمل عمود بلفة، وكمان عمود بلفة نفس الطريقة كده. كده عملنا اول مجموعة عندنا من المربع. هنعمل سلسلتين، وهنعمل برضو 3 عواميد بلفة داخل الدايرة. تمام، عملنا هنا دي تاني ضلع كده، يبقى كده عملنا اول ضلع مكون من 3 سلاسل ارتفاع وعمودين بلفة. 3 سلاسل الارتفاع دول اعتبرناهم ان هم اول عمود بلفة وعمودين بلفة، يبقى كده ده اول ضلع. بعد كده نعمل الزاوية دي عبارة عن سلسلتين، وده تاني مجموعة للمربع. هنعمل سلسلتين، هنعمل تالت مجموعة برضو 3 عواميد بلفة بنفس الطريقة، وسلسلتين، ونعمل بقى خلاص كده خلصنا اخر بقى اخر مجموعة في المربع بتاعنا. والمهم ان انتوا تركزوا، لان في ناس بتشتكي ان المربع بيجوا في الاخر يكتشفوا يلاقوه طالع معاهم دايرة، وده عشان انتوا عملتوا بدل ال4 اضلع، المربع معروف انه 4 اضلع، فانتوا ممكن بتعملوا، ممكن تكونوا اشتغلتوا 5 اضلع او كده يعني. تمام، فكده اشتغلنا خلاص اهو. 1 2 3، اخر زاوية هنعملها هتبقى عبارة عن سلسلة بس. تمام، وهنشد بقى طرف الخيط اللي احنا بادئين بيه دي خالص، الدايره دي نضمها على بعض كده، وهننزل بمنزلق، هننزل نقفل بقى الضلع الزاويه الاخيره. يبقى كده عملنا دي 1 2 3 4، كده خلصنا المربع بتاعنا، السطر الاولاني في المربع بتاعنا. هننزل هننزل ب نلف الخيط على الابره، وهننزل تحت تاني عمود، تاني سلسله من سلاسل العمود، هنفوت السلاسل الارتفاع وهنشتغل في العمود. هننزل كده وهنشتغل نص عمود، وده عشان دي تبقى نهاية كده شكلها حلو ومضموم على بعضه للمربع بتاعنا. وكده خلصنا اول سطر عندنا من سطور المربع بتاعنا. تمام، ده البداية بتاعت السطر الاولاني لسطور المربع بتاعنا. زي ما قلنا ارتفعنا عملنا 4 سلاسل وقفلناهم، ودخلنا واشتغلنا بداخلهم 4 مجاميع، كل مجموعة فيهم عبارة عن 3 عواميد بلفة وبينهم سلسلتين. وطبعا اول عمود بلفة عندنا كان سلاسل الارتفاع. ده كده اول لون معانا. هنبدأ بقى نضيف اللون بتاعنا التاني، عشان هطلع بيه السطر التاني. اقفل كده، يعني هفتح ده تاني واقفل باللون الجديد علشان يكون شكله حلو. فهشد الخيط كده، وهنزل تحت تاني سلسلة من سلاسل العمود بتاعنا، وهسحب بقى معايا حلقتين على الإبرة، هسحب منهم كلهم نص عمود القفلة بتاعتنا. تمام، ممكن نقفل جدا بداية الطرف الخيط الأحمر ده، نقفله كده عشان ايه يثبت معايا الشغل. هنرتفع بقى 3 سلاسل، وده السطر التاني عندنا من سطور المربع. وهنبدأ بقى ناخد معانا الخيوط اللي احنا لسه ضايفينها دي تحت الشغل واحنا شغالين. ده 3 سلاسل، وهيبقوا دول على اعتبار ان هم اول عمود بلفة زي ما عملنا في السطر الاولاني. وهنشتغل تاني عمود بلفة وتالت عمود بلفة، وكده خلصنا المجموعة الاولانية. عايزين بقى ننتقل من الجروب ده للجروب ده، فهنشتغل سلسلة عشان ننقل من هنا لهنا. وهنبدأ برضو ناخد معانا كده خيوط، وهنشتغل 1 2 3. دول اول ضلع. هنشتغل في نفس المكان سلسلتين، وهنشتغل في نفس الزاوية دي برضو 3 عمود بلفة.
وعشان ننتقل من الزاوية دي للزاوية دي بنشتغل سلسلة واحدة بس، وبنشتغل في الزوايا اي زوايا هتقابلنا بقى في السطور الجاية كلها، حتى هنشتغل 3 عمود بلف، 3 عمود بلفة سلسلتين، 3 عمود بلفة عشان يكون لي الزوايا اللي بتبقى واضحة معانا دي. تمام. زي ما قلنا العمود الجراني ده بيبقى حلو جدا معانا اهو، ده عشان نعمل الزوايا دي. فالزوايا دي بتبقى عبارة عن 2 عمود بلف، 3 عمود بلفة سلسلتين، 3 عمود بلفة، وبعدين بننتقل. فهي الشغل في الزوايا بيبقى ثابت معانا طول المربعات. تمام. زي ما قلنا المربعات دي طالعة ترندي جدا، نقدر نعمل بيها شنط، نقدر نعمل بيها شالات، جواكت، حتى ممكن جونديات، بتبقى حلوة جدا وشكلها جميل، وسهلة كمان، شغلها ممتع يعني. هي الوحيدة كده شغلها ممتع وسهلة تكرار، بس العميد بلفة بس. احنا مهم ان احنا نركز بس في اول كام سطر، علشان بعد كده هنبدأ بقى ايدينا تدريجيا هتاخد على النمط يعني اللي احنا شغالين عليه. اهو كده خلصنا. في الزوايا بنشتغل 3 عمود بلفة سلسلتين، 3 عمود بلفة، ولما بننقل من الزاوية للزاوية بنقفل، بننقل بسلسلة واحدة بس. تمام. هنا هنروح لآخر زاوية وهنشتغل فيها 3 عمود بلفة قبل ما نقفل السطر النهائي ده. وكده خلاص قفلنا السطر التاني، وهنعمل سلسلة وهنلف الخيط على الإبرة. بس أنا بقى قبل ما أقفل هلف الخيط على الإبرة هضيف اللون التالت بتاعنا، ومحتارة أضيف ده ولا أسود. هضيف الأسود علشان حاسة الأسود يعني حلو يكسر بين ده وده. هضيف الأسود شوية. نعمل عقدة بداية كده ونشد وننزل على اعتبار ان هو معانا، وهنسحب الخيط ونطلع من كل الحلقات مرة واحدة. تمام. وهنطلع 3 سلاسل ارتفاع، وهناخد معانا الخيط اللي احنا لسه ضايفينه والقديم، الاتنين ناخدهم تحت الغرز. واحنا كده كده هننضف فيما بعد بغرز، بإبرة التنظيف. كده خلصنا اول مجموعة. وعشان ننقل من دي لدي هنبدأ بقى شغلنا بقى في السطر ده. هيبدأ يظهر لنا فراغ بين كل جروب والتاني، فهنبدأ نشتغل في الفراغات. هنعمل سلسلة بالشكل ده، وعشان نيجي هنا في الفراغ هنبدأ ناخد برضو جروب 3 عواميد بلفة بس. مش هنشتغل في الفراغات، الشغل بس يبقى عبارة عن 3 عمود بلفة، ما بنعملش الزوايا، بنشتغل فيهم جروبين. اشتغلنا 3 عمود بلفة عشان ننقل من الفراغ ده للزاوية هنشتغل سلسلة واحدة. وهنشتغل بقى في الزاوية، طالما جينا عند الزاوية يبقى هنشتغل مجموعتين، كل مجموعة 3 عمود بلفة سلسلتين، 3 عمود بلفة، نفس الطريقة كده. تمام. وهنبدأ بقى كل سطر هيظهر لي فراغ، يعني السطور بقى التزايد بتاعنا هيكون في عدد الفراغات. هنا ظهر لي في السطر التاني ده ظهر لي وانا شغالة فراغ، السطر اللي بعده هيظهر لي فراغين، فهشتغل فيهم بنفس الطريقة. كل ما تنتقل بين كل فراغ والتاني بنتقل بس بسلسلة واحدة، وبشتغل بس 3 عواميد بلفة في الفراغات. لكن في الزوايا الشغل بيكون ثابت، اللي هم مجموعتين عمود بلفة، 3 عمود بلفة سلسلتين، 3 عمود بلفة. تمام. هنا اهو هنشتغل بقى، عايزين ننتقل من الفراغ ده للزاوية يبقى نشتغل سلسلة واحدة، وهنيجي هنا في الفراغ نشتغل زي ما احنا متعودين من السطر التاني بنفس الطريقة كده. هي دي ببساطة طريقة المربع الجراني. هنكمل بقى بنفس الطريقة كده اهو. هنا السطر الاولاني كان ظاهر لي فراغ واحد اشتغلت فيه، بعد كده ظهر لي فراغين، في السطر اللي بعده 3 فراغ، 1 2 3، بعد كده 1 2 3 4. بين كل زوايا والتانية بتلاقي الفراغات بتزيد. فهي دي الفكرة. هعمل هنا سلسلة وهكمل في الفراغ، جالي فراغ يبقى هشتغل فيه 3 عمود بلفة بس، مفيش بقى ولا تزيد ولا اي حاجة. طبعا الخيط معايا قرب يخلص، فهبدأ اضيف اللون الجديد هنا قبل نهاية السطر. تمام. هنا عشان اتنقل من الفراغ للزوايا فهبقى هشتغل سلسلة واحدة، وهشتغل 2 عمود بلفة. خلاص كده خلصنا ده. يعني ممكن اضيف عندي لون اسود، ثواني، عندي لون اسود تاني لقيت الحمد لله. فهبدأ بقى ان انا اضيف الاتنين دول كده. دي طريقة تالتة لوصل الخيط. زي ما قلنا طريقة اختاروا الطريقة اللي تناسبكم وتلاقوها ان هي مرتاحة، ان انتوا مرتاحين فيها. عادي
على حسب انتوا حابين ايه. والمهم ان النتيجة معانا ان الشغل يكون ثابت وما بيفكش معانا، الخيط ما بيفكش معانا بعد ما نوصله يعني وكده، ويبقى شكله برضو حلو يعني، ان انتوا تقدروا تداروه وانتوا شغالين تحت الشغل ويفضل ثابت معاكم ما يفكش وكده. تمام، هنا خلصنا اهو الزاوية دي. عشان هنتقل من الفراغ ده للفراغ ده هعمل سلسلة وهشتغل 3 عمود بلفة، وعشان انتقل من الفراغ ده للفراغ اللي بعده هعمل الزاوية بقى برضو هيبقى هعمل سلسلة وهشتغل 3 عمود بلفة. وبس كده هنكمل السطور الجاية بقى بنفس الطريقة. انا بقى هغير طبعا في الالوان، انا محتاجة ان انا اشتغل المربع ده يكون، لا هنا هشتغل واحد بس كده. المربع ده انا شغالة المربعات اللي فاتت 1 2 3 4 5 6 7. تمام، انا اشتغلت هنا 3، فهشتغل لسه آه، 4 سطور تانيين اللي هما تقريبا بالالوان اللي معايا لسه الفاضله دي، هدمجهم هنا. والله حاسه اللون الاسود حلو يعني، بفكر اكمل في اللون الاسود. هكمل بقى بنفس الطريقه، هقفل طبعا السطر ده زي ما قلنا، بنقفل في تاني عمود فوق تاني عمود، نتجاهل زوايا الارتفاع ونبدأ نشتغل 1 2 3، ونشتغل 3 عمود بلفة. وهنا ظهر لي اهو في السطر ده ظهر لي فراغين، فهشتغل 3 عمود بلفة سلسلة، 3 عمود بلفة سلسلة، 3 عمود بلفة. في كل فراغ بشتغل 3 عمود بلفة بس، وبين كل فراغ والتاني سلسلة. وفي الزوايا بقى ببدأ ان انا اعمل المجاميع اللي انا متعودة عليها الثابتة في كل في كل سطر من السطور اللي فاتت. هبدأ اضيف الالوان دي وهكمل بقى وارجع لكم تشوفوا النهاية بتاعتنا عاملة ازاي.